اتجوزت حسني مبارك في السر وخلفت منه ولد، ولما سوزان عرفت قلبت الدنيا ودمرت حياتها. الحقيقة الكاملة لعلاقة الفنانة إيمان الطوخي بالرئيس الراحل حسني مبارك، وإزاي كان أول لقاء بينهم وقال لها إيه وقتها خلاها تتكسف قوي منه. التفاصيل اللي جاية هتسمعوها لأول مرة من خلال الفيديو ده، وهتعرفوا إزاي صفوة الشريف انتقم منها وخلاها تاخد أصعب قرار في حياتها. الحكاية بدأت سنة 1988 وتحديدا مع بداية عرض مسلسل رأفت الهجان، واللي كان حسني مبارك حريص جدا جدا على متابعة كل حلقاته لحد ما ظهرت قدامه إيمان الطوخي، ودي كانت أول مرة يشوفها وأعجب بيها جدا وبأدائها ولفتت نظره. لحد هنا العلاقة كانت طبيعية جدا بين رئيس جمهورية ومتابعته لممثلة، لكن اللي مش طبيعي انه كان بيطلبها بالاسم في حفلات اكتوبر عشان تغني مع كبار الفنانين، واشهر حفلة في التسعينات، ووقتها كانت موجودة وسط نجوم كبار جدا وهم وديع الصافي وسيد مكاوي. وطبعا وقتها الدنيا قامت، ازاي فنانة لسه مبتدئة بمجال الغنى تبقى موجودة مع نجوم كبار زي دول؟ بس دي كانت أوامر الرئيس ومحدش يقدر يكسر كلامه. الفكرة بقى إنه مسكتش، ده استنى فقرتها تخلص وقابلها وسألها عن سبب غيابها وطلب منها كمان تتواجد. ده قال لها لو أي حد ضايقك أو حصل لك مشكلة كلميني فورا وأنا هحلها. طبعا إيمان الطوخي اتكلمت بعفوية جدا بالصحف والمجلات عن اللي دار بينها وبين مبارك، وبعدها حياتها اتقلبت. طلع كلام كتير بعدها انها اتجوزت مبارك، مش بس كده، ده اتقال انها خلفت ولد منه. الغريب بقى هو رد فعل سوزان مبارك، واللي اول ما سمعت بالاشاعة دي اتجننت من غير ما تتأكد وقررت تدمر إيمان الطوخي. واتقال إنها استخدمت صفوة الشريف اللي بدأ يضايق إيمان، مرة يمنع عرض أعمالها الفنية ومرة يحرمها من الحفلات، لحد ما إيمان رفعت الراية البيضاء وقالت سلام عليكم، أنا مش مكملة في مجال الفن ده خالص. طبعا اتقال وقتها إن سوزان هي اللي أجبرتها على الاعتزال لحد ما قامت ثورة 2011، ووقتها الناس كانت مصرة تعرف الحقيقة. إيمان خرجت عن صمتها وقالت أنا كنت بتعامل مع الإشاعة دي بضحك وهزار، بس الحقيقة هي دمرتني نفسيا. إيمان قالت دول جوزوني كمان لزكريا عزمي، والمصيبة إني ولا عمري شفته ولا اتكلمت معاه. وكملت كلامها وقالت أنا تعرضت الحملة لتشويه صورتي قدام الجمهور، وكل ده عشان مبارك قال لي لو حد ضايقك كلميني، حياتي اتدمرت في النهاية. الغريب بقى ان مبارك اتقال انه اتجوز 3 ستات خلال فترة رئاسته لمصر، وعايزة اقول لكم انكم هتتفاجئوا بيهم. اول واحدة هي المذيعة هناء السمري، واللي اتقال انها اتجوزت مبارك سنين في السر، لكن الحقيقة دي اشاعة نفتها هناء بنفسها. مش بس كده، دي نفت كمان غيرة سوزان منها ومن شياكتها. تاني واحدة هي نرمين الفقي، واللي اتقال انها كانت مقربة جدا من مبارك، لكن الكلام ده مش صحيح. تالت واحدة بقى هي اخت وزير الرياضة عبد المنعم عمارة، وده اللي طلع بنفسه اتكلم عن الاشاعة دي وقال ان اخته متجوزة وملهاش اي علاقة بمبارك. تفتكروا الرئيس محمد حسني مبارك اتجوز فعلا في السر وكان عايش قصص حب محدش يعرف عنها حاجة؟ شاركونا بالتعليقات.